تصريحات مثيرة للجدل لأوسيريو مدرب فريق النادي الزمالك عقب لقاء فاركو واللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم. أوسيريو مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي طلع بتصريحات وقال: أنا لعبت مع الزمالك 13 مباراة، كسبت منهم 9 وتعادلت في 2 وخسرت 2، وزيزو هو أهم لاعب عندي. أما بالنسبة للصحفيين اللي عمالة تطلب أرقامي الخاصة علشان تعرف أخبار الفريق، ياريت ما يعملوش كده تاني، عشان أنا ماليش في الكلام دوت. اللي عاوز يعرف أي حاجة عن الفريق يعرفها من خلال المؤتمر الصحفي فقط، ووقتها أنا اللي هحدد الكلام ده ينفع يتقال ولا لأ. أوسوريو خلال المؤتمر للناس اللي عاوزة مصلحة الزمالك، لو في حد هنا عشان يقول أسئلة خبيثة أو له غلط تاني يتفضل يطلع بره. واستكمل أوسوريو تصريحاته للصحفيين: مالكمش دعوة بطريقة لعبي، عندكم الأهلي بيكسب خلاص بضربات ثابتة، بضربات جزاء أو بكور عشوائية، ركزوا معاهم أحسن. وقال لهم: مصر آخر 30 سنة كرة القدم فيها لا تقارن بأوروبا. استكمل أوسوريو مدرب الزمالك تصريحاته قائلا: اللعيبة هتاخد 5 أيام أجازة وأنا كمان معاهم، مش عايز أي صحفي يفضل يبعتلي في رسايل، أنا قدامك أهو، اسألوا كل اللي انت عايزينه وانا هرد. لما اتسأل عن الديربي قال لهم: ديربي ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ الدوري المصري لا يقارن بالكلاسيكو او ديربي ريفر برايت او بوكا جونيورز. كرة القدم المصرية لم تقدم شيء في اخر 30 عام. مش عايز اي انتقاد للجهاز المعاون، محدش يبعت لهم رسايل، اللي عايز حاجة يكلمني انا المسؤول عن كل شيء في الفريق وصاحب القرار الاخير. كمل كلامه وقال: الاهلي افضل فريق بيقدم كرة سريعة في مصر، وجمهور الزمالك رائع مثل بوكا جونيور وله دور فعال مع الفريق. مباراة الأهلي والزمالك مهمة في مصر فقط، أما خارجها لا أحد يعلم عنها شيء ولا أحد يبحث عنها. أما كلامه عن الفريق قال إن هو محتاج 3 لعيبة علشان يكون عنده 11 لاعب في التشكيلة يقدروا ينفذوا أفكاره، وإن أكتر مركزين مهمين عنده في طريقة لعبه هما حارس المرمى والمدافع، ومحمد صبحي عنده هو الحارس رقم 1 وعواد رقم 2. طلب من إدارة النادي الزمالك ضم 3 لاعبين: مساك بيلعب برجله الشمال ومهاجم رقم 9، خاصة إن سيف الدين الجزيري وناصر المنسي يقومان بدور آخر مهم. على جانب آخر بيستعد نادي الزمالك لبدء منافسات البطولة العربية واللي هيبدأها بمواجهة الاتحاد المنستيري، فهل يستطيع نادي الزمالك تقديم مستوى جيد في البطولة العربية في ظل الصفقات القوية اللي بيقوم بها الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة؟ شكرا للمتابعة، ومتنساش تدعمنا ودعم الاشتراك في القناة.